وقدرات اللعيبه اللي موجوده حتى كل في الدوري الممتاز. انت النهارده قلت حاجه كويسه، لو انا في اخطاء يبقى لازم العب بثلاثه عشان اسد الحته دي واسدها بشكل كويس، لان انا بهاجم ممكن العب ب3 4 3، لان انا عندي ناس ما بتقدمش الادوار الدفاعيه زي بن شرقي زي تريزيجيه زي زيزو. لكن انت برضو في المشكله مش في زيزو وتريزيجيه او بن شرقي وتريزيجيه بيقضوا الواجب وبيقضوه بشكل كويس جدا ومتالقين، لكن انت عندك المشكله في الحته اليمين اللي هو المفروض اللي يشارك فيها حسين الشحات، لكن الراجل عاوز يشارك اكبر عدد من اللعيبه اللي موجوده، عندهم مهارات عندهم حلول لكن انت ما بتشوفهاش. لكن انت المشكله كمان يا اسلام في النادي الاهلي ان انت اي كوره بتروح عليك في ال18 بتبقى خطر، بتخش جول، ودي مشكله كبيره مش مباراه ولا مباراتين ولا 3. يعني انت لما تتفرج على دفاع النادي الاهلي، الشناوي السنه دي لعب 22 مباراه داخل فيه 21 هدف، ودي مشكله كبيره. هتتكلم النهارده في نص الملعب، لا نص الملعب لا محتاج تظبيط شويه من مروان عطيه وديانج، لكن انت الراجل مصمم على بعض اللاعبين. هو مش الشناوي اللي لعب كل الماتشات؟ ماشي، ما هو لعب 22 مباراه. يعني مصطفى شوبير كان بيلعب. ما هو مصطفى شوبير كان انت بتتكلم بافريقيا. بافريقيا. لكن انا بكلمك بشكل عام، لا الدفاع النادي الاهلي لازم حد يتكلم. الشناوي بيتعرض لضغوط يا كابتن ابو الدهب؟ لا ما بيتعرضش لضغوط. ده راجل عنده خبرات ويقدر كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي ايه الضغوطات اللي انت بتتعرض ليها. انا راجل ليه كبير في السن وعنده خبرات، ايه الضغوطات اللي هيقدر يتعرض فيها في الفتره اللي فاتت. لكن انت النهارده ما عندكش الانتقادات الكتير على مستوى. اكيد عارف ليه؟ عشان مصطفى شوبير متالق ومن يستحق ان هو يشارك بصفه اساسيه سواء في افريقيا او في الدوري. لكن انت النهارده لما بتتكلم على دفاع النادي الاهلي لازم اللعيبه تفهم وحد يكلمها من الجهاز، احنا مالناش دعوه بقدام، جبنا جون ما جبناش جون، لازم ان احنا نبقى واقفين بشكل كويس جدا. هو ده اللي احنا شفناه. لكن انت بتلعب على طلائع الجيش كان بيلعب على المرتدات وكان عامله لك مشكله يا اسلام. كابتن رضا يعني في السن يا اسلام ومستواه فيه شويه تذبذب، لازم يتعرض لضغوط. لازم يتعرض لضغوط. كلنا مرينا بالظروف دي. كل اللي لعب وعدى السن اللي الناس كانت او السن اللي كان متعارف عليه في الوقت بتاعه، اول ماتش يخستع فيه يقول لك ده كبر، فبيتعوض بيتعرض للخطور دي. عربي قاعد صباح عربي حلس. ايوه قعد قرن وبرضه ما كانش بيتعرض. بيلعب ليه استنى وما كانش لا خالص. ازاي خالص؟ لا خالص. طالما كابتن صباح عربي طالما بينزل ويأدي ما هو ده اللي بقوله، ما كانش حد بيقدر يتكلم. ما هو ده اللي بقوله، اول ما يتعرض للتذبذب في المستوى هنا بقى في موضوع الشناوي ده انا هختلف معاك. اللجان شالت ايديها من عنه، لان في بدايه الموسم كان اللي وقف شوبير، مصطفى شوبير. اللجان كانت واقفه ضده عشان انت عارف ليه، فكانوا بيصطادوا له الكره بتاعت فاركو والاهلي مصطفى شوبير، وكان الاهلي كسبان 4. يعني الجون اللي دخل فيه ده ما كانش غلطه، يعني مش غلطه خسرت النادي الاهلي، ده الاهلي كسبان 4-1 ولا 4-2. واخد بالك الكره اللي في ماتشوكو في ماتش مودرن هو الراجل حطها لكريم فؤاد. انا مالي؟ ما هو المدرب طالب مني ان انا ابدا الكره من ورا زي كل العالم. لما تتقطع من كريم فؤاد انت بتشيلها لي ليه؟ هنا اللجان ده في ماتش مودرن. ايوه ما تفتكر ارجع بالذاكره ولا ايوه لا هو وجودي في المقصوره كان عامل فرق. ما بيشوفش لا ما بتشوفش لا فكان عامل ضغط على لعيبه الاهلي. الله ينور عليك. كل ما يتكلموا يقول لك اسلام قاعد في المقصوره، خلي بالك واخد بالك اللعيبه محترمه. لا انا بكلمك بمنتهى الامانه. فهم لان ده كان من ساعتها المفروض ان شوبير اللي كان ياخد وهو كان احق، بس اللجان اشتغلت عشان انتوا اذكى اتنين شفتوهم في حياتي. مين؟ انتوا الاثنين اذكى في حياتي يا ابني. احنا بنتكلم كلام كبير. احنا النهارده في ملحمه. طب استنى، الزمالك اتكلم على الزمالك انا مالي ومال الاهلي؟ ما الاهلي احنا اتكلمنا عليه وعاتبناه وقلنا لا انا هو ماتش الاهلي ولا ماتش الزمالك؟ لا انت عمال تغطي على عاتبه الزمالك يا كابتن رضا. لا ازاي كابتن ابو الدهب؟ معلش لا يا اسلام، لا انا النهارده جايين الزمالك وايه نشكر فين؟ لا
والنبي يا كابتن ابو الدهب انا قلت شوبير طيب ثواني يا كابتن رضا بس بعد اذنك. بس الكلام اللي انا بقوله ده كلام كبير، كلام في ناس مش هتفهمه، ان هو اتعمل عليكم بينا من اللجان. كابتن رضا بس بعد اذنك. ما هي يا كابتن رضا بعد اذنك، بعد اذنك كابتن ابو الدهب. السياسه التحريريه ديت لرئيس التحرير وللاعلام. لا انا اسف، انا ما بقولش حاجه يا اسلام، بعد اذنك بس ثواني بس بعد اذنك كابتن، ثواني بعد اذن حضرتك. احنا هنا لما بنطلع بنتكلم بشكل عام عن كل الانديه والصالح العام. انا بقول مش على انا برد على الكابتن رضا، مش على الزمالك. لا ما تردش عليا. مش على بيراميدز. ايه ده؟ ليه ما ردش على انت مش احنا عايزين نتكلم كابتن ابو الدهب، كابتن ابو الدهب. مش الزمالك بس اللي عنده الاسطوره ناصر منسي، ومش كل الانديه بس اللي عندها اساطير، لكن احنا برضو في البريمو عندنا اسطوره التحليل رضا عبد العال، ونجم نجوم التمثيل كمان بظهوره النهارده المميز جدا في مسلسل فخر الدلتا. كابتن رضا منورنا ومشرفنا حبيبي وهارد لك النهارده يا عم. لا احنا بنقول وبندي لكل واحد حق. انبي يستحق المكسب، وخلي بالك كان هيبقى يوم طين. بلاش طين، لا يوم اسود. يوم اسود لو كان انبي بيلعب في الاستاد، كانت النتيجه هتبقى اكتر من كده فعلا. طبعا. وهنا شابوه للكابتن حمزه الجمل والجمعه مشهور، مدربين بيعملوا في الظل، بس بص محفظين فرقتهم. يعني انت ارجع لماتش الاهلي، بص طلائع الجيش كان بيطلع قدام النادي الاهلي بالكوره ازاي من عند عماد السيد. ده الراجل محفظهم حاجه بيلعبوا عليها، اللي هي الطريقه اللي العالم كله بيلعب بيها. النهارده نفس الكلام حمزه الجمل. حمزه الجمل النهارده يستاهل. الزمالك ما عملش حاجه، الزمالك ما جاش النهارده، مع الاحترام بقى لكل جماهيره النهارده اللي هي في الاستاد، ولكن اداء باهت، تشكيل ما ينفعش يلعب على ال3 بونت. يعني احنا شوف بنشيد معتمد قد ايه، والجماهير النهارده صوتها اتنبح قد ايه، بس اللعيبه مش قادره في الملعب. واضح مش قادر، سواء في البدني في التشكيل. هو الوحيد اللي واقف على رجله البرزير، ومن ورا المهدي سليمان. الجون اللي دخل فيه ضربه جزاء وصدها، ولكن حظه ان هي دخلت. انما شايل 2 3 جوان، واخد بالك؟ كام كوره جنب القائم الشمال ومن فوق العارضه، اي واحده كانت كفيله ان هي تبقى 2 و3 النهارده. انا بقول لك لو الملعب كويس النهارده كان فرق قوي مع انبي، مش مع الزمالك. كان فرق في النتيجه والتحولات اللي هي الدفاعيه الهجوميه. ده بيروحوا ب5. ده احنا قاعدين في اخر ماتش واحنا بنتفرج، انا نمل طالع نمل. والله يعني الراجل بيقطع. هقول لك على حاجه برضو، الملعب هنا يفرق، ودي لازم يحطوها في الحسبان الناس اللي هي هتلعب سواء تحت في ال14 فرقه اللي تحت او ال7 اللي فوق. الملاعب دي ما تلعبش عليها لا الكليه الحربيه تاني ولا المقاولين. حرام ما تظلموش الفرق. يعني ما هو ملعب المقاولين بس شوفوا له ملعب يلعب عليه، ملعب كوره عشان ان هو ما يهبطش. بتتكلم على ارضيه الملاعب. ارضيه الملاعب مش لا تصلح. ده النهارده